بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل ومساء الجمال ومساء التفاؤل الإيجابية والنشاط والحيوية والجو جميل في ألمانيا والشمس طالعة، وانتظرونا بعد قليل نعمل لايف. النهارده نتكلم محتوى جديد. ليه مش كل الناس بتخف رغم إنها عارفة كل حاجة؟ للأسف الشديد، لو المعرفة كانت كفاية كان كل الناس خفت. في ناس قريت كل حاجة وعارفة كل حاجة ولكن مش عارفة نفسها وناسية نفسها. عرفت الأكل الصحي وعرفت التمارين الرياضية وعرفت حتى أسباب المرض، ومع ذلك لسه تعبانة. ليه؟ عشان المشكلة مش في اللي انت عارفه، المشكلة في اللي انت بتعمله وحاسس بيه ومصدق جواك. خليني أقول لك الحقيقة اللي محدش بيقولها لك. في 3 أسباب بتمنع الشفاء الذاتي الداخلي. أولا، بتعرف لكن مش بتطبق. للأسف الشديد في ناس عارفة كل حاجة بس ما بتطبقش، وقارية كتب ومذاكرة ولا بتطبق. أهم حاجة التطبيق على أرض الواقع. بتأجل، بتكسل وتقول بكرة، ودي كارثة، تسويف، وبكرة مش بيجي. ثانيا، متعلقة بألمك. أيوة، حتى لو مش واخدة بالك الألم بقى جزء منك، من قصة حياتك، من خوفك. ولو خفيت هتبقى مين؟ ثالثا، مش صادق مع نفسك ولا متصالح من نفسك. بتقول عايز اتغير بس جواك خايف وخوفك اقوى من قرارك. الحقيقة الشفاء مش معلومات، الشفاء داخلي، شفاء ذاتي، رباني داخلي، وقرار. انا قررت اشفى. قرار انك تغير نفسك، قرار انك تلتزم، قرار انك تسيب النسخة القديمة منك، تبقى نسخة جديدة كده على أرض جديدة، وعي جديد، إنسان جديد في انضباط والتزام ووعي ذاتي. مش كل الناس هتعمل، يعني للأسف مش هتعمل كده للأسف. علشان كده مش كل الناس بتخف، لكن انت تقدر لو وصلت لهنا. اسأل نفسك انت عاوز ايه؟ عايز تعرف أكثر ولا عايز تتغير بجد؟ ببساطة عشان المعرفة يعني مش كفاية. في ناس عارفة كل حاجة الصح بس مش بتطبق زي ما قلت، وفي ناس متعلقة بألمها زي ما قلت، لأن بقى للأسف جزء منها. في ناس بتقول عاوزة تتغير بس جواها إيه؟ خايفة. الحقيقة الشفاء مش معلومات زي ما قلت، الشفاء قرار. أنا قررت، قرار لازم تاخد قرار والتزام وانضباط، لأن الانضباط بيصنع التغيير والتخيل يصنع الواقع. مش كل الناس هتاخده بس انت تقدر. مادام انا قدرت انت تقدر. المعرفة مش هي اللي انت يا باشا بتغير حياتك. اكبر كذبة انا عارف كل حاجة، دي اكبر كذبة. انا عارف كل حاجة ولكن انت مش عارف حاجة، بدليل انت تعبان. وقلت الألم احيانا بيبقى ادمان والخوف بيكسب لو سبت القرار. مش كل الناس عايزة تتغير فعلا. الشفاء بيساوي قرار زائد التزام يومي زائد انضباط ذاتي زائد وعي ذاتي. ده مهم جدا. خليه ده اسلوب، زي ما انا مخليه كده اسلوب حياتي. يبقى الشفاء قرار مش ظروف ولا حد ولا بره. المشكله داخليه وليس خارجيه. اتمنى تستوعبوا الكلام وانتظروا بعد قليل لايف. اللي متابعين على قناتي الحمد لله انا ربنا شفاني من مرض مناعي مزمن بدون ادويه، وكله بفضل الله سبحانه وتعالى. لان انا عرفت نفسي وفهمت نفسي وقدرت نفسي وركزت على نفسي وبحب نفسي. ونفسك ثم نفسك ثم نفسك، محدش هينفعك الا انت. ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا انفسهم. غير نفسك العالم هيتغير. فالمشكله جواك مش بره. انت قاعد تدور على بره وانت جوه. غير جوه هيتغير بقى، غير جوه هيتغير بره. انتظروا بعد كل لايف، واشتركوا يا جماعه في القناه ودعموا القناه واسال وانا هجاوب. والجو جميل وهنعمل بقى في الجنينه الصغيره بتاعتي دي اللايف، وتشوفوا حتومه واسال وانا هجاوب. اشتركوا في القناه ودعموا القناه يا جماعه. انا لست طبيبا، انا تجربه شخصيه حقيقيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.